أهلا بيكم في عالم الأغنام مع كريم. النهاردة حلقة جديدة مع دكتور وليد أبو العمايم، خبير الصحة الحيوانية لدى جامعة الدول العربية واستشاري مزارع سلالة الأغنام العدلي. النهاردة حلقة هامة جدا عشان الوقت الدقيق اللي احنا فيه ده. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. ازيك، أخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا النهاردة عايزين نسأل حضرتك سؤال، ايه اللي في الفترة دي بيمثل تحدي للمربيين والمزارعين في مصر في الفترة بتاعت الشتاء دي مخصوص، أو في الفترة الحالية اللي موجود فيها مصر؟ في الحقيقة طبعا أكبر تحدي موجود دلوقتي هو مرض الحمى القلعية. في ناس بتشتكي إنها عندها حالات اشتباهات من مرض الحمى القلعية، وده مرض من الأمراض الخطيرة جدا اللي بتصيب الثروة الحيوانية، سواء كانت في الأبقار أو في الأغنام أو في الجاموس أو في الماعز، وممكن يسبب لنا نفوق أو يسبب لنا خسائر اقتصادية مهمة جدا بالنسبة للمزارع. وبالتالي هنبدأ نركز في المرحلة ديت أو في الحلقة ديت على هذا المرض الخطير، خاصة مع وجود فصل الشتاء، انخفاض درجات الحرارة وتفاوت درجات الحرارة اليومي. النهارده بيكون حر شوية، بكرة بيكون برد، فالتفاوت في درجات الحرارة ده سبب أساسي جدا لظهور مثل هذه الأمراض وانتشارها بسرعة. ليه يا دكتور مرض الحمى القلعية النهارده بيمثل خطر على المزارع، وايه اللي بيختلف السنة دي على السنين اللي فاتت؟ في الحقيقة طبعا المرض واحنا طبعا بنتكلم يعني بشكل عام عن الأغنام، الماعز، البقر، كله يعني. المرض طبعا ظهرت فيه عترة جديدة اللي هي عترة الست 1، ودي عترة مش موجودة عندنا، ما كانتش موجودة عندنا في مصر. هذه العترة عترة يعني قوية، بتسبب نفوق عالي في الحيوانات الصغيرة، يعني ممكن تسبب نفوق في الحملان في العجول الصغيرة، لأنها طبعا الجسم مش واخد منها أي مناعة، وبالتالي الحيوان ما يعرفهاش قبل كده. هيعرفها إمتى؟ إما يتحصن منها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. المعروف إن مرض الحمى القلعية أو فيروس الحمى القلعية فيروس يعني رخم شوية، لأنه هو طبعا منه 7 عترات. المناعة لكل نوع أو عترة من العترات تختلف تماما عن المناعة لباقي العترات، وبالتالي إحنا ما نقدرش نعتمد على نوع تحصين معين يقول إن أنا خلاص كده أنا حصنت. ممكن يكون التحصين ده مفيش في العترة الجديدة، وبالتالي التحصين اللي مفيش في العترة الجديدة ده هيظل سببا في حدوث الإصابة الجديدة. طبعا بيصاحب طبعا الحمى القلعية مع حالات النفوق، بيحصل نقص في إنتاج اللبن، بيحصل نقص في أوزان العجول نتيجة لأنها ما بتاكلش لفترات طويلة. العلاجات نفسها بتمثل ريسك كبير جدا على المزارع، لأنها بتستهلك كمية كبيرة جدا من العلاج. التحصينات فيما بعد بتمثل ريسك كبير جدا. عندنا كمان تحصينات للأمراض التانية اللي بتخش مع الحمى القلعية زي الباستريلا والكوليستريديا، وبتبدأ تسبب لنا نفوق عالي جدا نتيجة للتداخل ما بينهم وبين الفيروس، وبالتالي كل ده بيؤدي في النهاية إلى أن المزرعة بتكون في كارثة حقيقية لما بيحصل لها إصابة بمرض الحمى القلعية. هي أول علامات اللي المربي ياخد باله منه إن عنده حمى قلعية، وعشان يفرقها بين الحمى القلعية وبين لو دور برد أو حاجة تنفسية عادية بتيجي للمزرعة. إيه أول علامة أنا أخد لي بالي ده على طول ده كده حمى قلعية؟ هلاقي نقص في استهلاك العلف مفاجئ مع زيادة في استهلاك المية. معنى كده إن أنا الحيوانات عندي ما بقتش بتاكل زي الاول، لان المرض الحمى القلعية او اي مرض وبائي بيجي في القطيع كله او بيصيب عدد كبير جدا من القطيع. دور البرد العادي هيظهر في حاله، في 2، في 3، في 10، لكن مش هيظهر في 100 حاله مع بعض. لو انا عندي مزرعه مثلا فيها ابقار وعندي مثلا 1000 راس، هلاقي مثلا عندي 200 300 حاله في اول يوم او في ثاني يوم بداوا يحصل فيهم اعراض مرضيه فجائيه، وبالتالي ده هيفرق لي طبعا عن دور البرد العادي. وبعدين دور البرد مصاحب بالبرد، طب الايام اللي ما فيش فيها برد وبدا يظهر فيها مرض عندي في المزرعه ونقص في استهلاك العلف ونقص في استهلاك وزياده في استهلاك الميه، فمعنى كده ان انا عندي مرض وبائي بيزيد بسرعه. الاعراض بتتزايد ما بين الساعه والساعه، بل بين الدقيقه والدقيقه. عند عنبر اتصاب، بعد شويه عنبر تاني بيتصاب، عنبر تالت بيتصاب، بدا يحصل عندي حالات نفوق، بدا يحصل عندي ارتفاع في الحرارات فجائي. طيب هل كل القطعان او كل قطيع، يعني كل مزرعه فيها قطيع متدرج، هل كل الحيوانات بتصاب بنفس الدرجه؟ يعني هل الحملان زي الكبار زي كذا؟ لا طبعا، بالنسبه لي الاصابات في المزارع بتختلف ما بين حيوان وحيوان. الحيوان اللي مناعته كويسه بطبيعته، جينيا كويس وراثيا كويس، متحصن كتير قبل كده، كل ده طبعا بيخلي الحيوان ده ما يبقاش عرضه للاصابه بالمرض قوي بالنسبه زي حيوان مثلا لسه مولود لسه صغير، حمل صغير لسه ما تعرضش اصلا للاصابه وما خدش لسه تتر المناعه من التحصين، وبالتالي ده بيكون اكثر عرضه للاصابه. وطبعا الحمى القلعيه في الحملان الصغيره او في العجول الصغيره بتاثر مباشره على القلب بتاع الحيوان فبينفق فجاه. وهنا هنلاقي ان اول علامه من العلامات الهامه جدا ان المرض بيظهر فيه نفوق في الحملان الصغيره او في العجول الصغيره مفاجئ.
ده بيكون غير الاعراض العاديه بتاعت دور البرد زي الباستريلا او الميكوبلازما، بتاخد وقت شويه، لكن ده موت بيبقى موت مفاجئ. طب هل انا وانا مربي وحصنت تحصين دلوقتي انا موجود اللي هو اللي فيه سات 1، هل لو انا حصلت ان كده خلاص تمام وبقى مطمن وما اخدش اي اجراءات تانية؟ لا طبعا، ولا في معدل خطوره برضو؟ في حاله التحصين انا لما بحصن بالتحصين اللي موجود في البلد دلوقتي اللي فيه السات 1، لكن التحصين ده في اول جرعه منه بيديني بس تقريبا 60% من المناعه، وبالتالي انا عايز اعظم هذه المناعه فبدي جرعه تنشيطيه، لكن الجرعه التنشيطيه برضه هتديني لحد 90%. ده ارتباطا بقى بطبيعه الحيوان نفسه والمناعه بتاعه الحيوان الاميه، وكمان طبيعه الاكل، وانا بحط رافع مناعه ولا ما بحطش، فهيتبقى عندي 10% فرصه للاصابه. لكن التحصين زي ما بنقول دايما، التحصين لا يمنع المرض، ولكنه يقلل الاعراض ويقلل النافع وبيرفع مناعه الحيوانات وبيقلل المشاكل الاقتصاديه اللي هتحصل بعد التحصين. فمش كل الحيوانات اللي عندي في المزرعه هتصاب كلها بنفس الريتم، في حيوانات هتوصل لمرحله النفوق، وفي حيوانات تانية هيجي لها مجموعه من القرح او في البق او حراره عاليه او تكتيفه بسيطه وتعدي. ده هيرجع زي ما قلنا للعوامل دي كلها مع التغيرات المناخيه والتغيرات الجويه اللي موجوده اليوميه. هل التغيرات دي هتؤدي الى زياده الاوت بريك ولا هتقلل هذا الاوت بريك وهتمنعه؟ طيب يعني انا دلوقتي معنى ان انا حصن، بس انا حصنت دي خطوه الحاجه الخطوه الثانيه ان انا ابدا اعمل اجراءات في المزرعه بتاعتي عشان اعلي المناعه او عشان احمي القطيع بتاعي. ايه بقى الاجراءات بسرعه كده؟ اول حاجه طبعا اعملها ان انا لازم اعزل المصاب فورا. حصل عندي اي اصابه بقوم واخد الحيوان المصاب من وسط القطيع واقوم عازله في العنبر في الناحيه القبليه من المزرعه علشان اتجاه الريح. طبعا مرض الحمى القلعيه بيتنقل في الهواء، وممكن يتنقل في محيط 350 كيلو متر في الاماكن اللي فيها سرعه الهواء عاليه زي حوالين البحار والانهار. 350 كيلو متر قطر يعني، ده لو في مزرعه، يعني لو مزرعه في اسكندريه ممكن تحصل الاصابه في الفيوم. وبالتالي يعني انا كده لازم كده اخد اجراءات عشان احمي القطيع بتاعي، سواء انا شايف ان عندي حاجه او كده، لان اي مزرعه هتصاب الحيط كله انا هيتصاب. عرضه ليها في الاصابه. و250 كيلو متر في الاماكن اللي ما فيش فيها سرعات الرياح العاليه. بعد ال 250 كيلو لازم ابدا اخلي بالي شويه من حاجات تانية ممكن تنقل لي العدوى. ممكن الملابس بتاعه العمال، عامل خرج يجيب اكل من بره، راح يزور واحد صاحبه في مزرعه ثانيه، عنده حمى قلعيه، عربيات الفيران اللي موجوده في المزرعه، الكلاب لو كلاب بتدخل وتخرج من داخل المزرعه، الناس اللي بتدخل عنده تخرج من المزرعه. عشان كده قلنا لازم يكون المزرعه لها باب، لازم يكون عندي مغطس قدام المزرعه، لازم اي حد غريب داخل المزرعه لازم يشطف وارش عليه مطهر زي الفيركون. لازم ناخد مجموعه من اجراءات الامن الحيوي الخاصه بالمزرعه بتاعتي عشان احمي نفسي. وقلنا قبل كده ان اخطر واحد على المزرعه هو صاحبها، لان هو اللي بيسمح للناس ديت بالدخول الى داخل المزرعه. عايزين نقول كمان ان المرض زي مرض الحمى القلعيه ظالمنا دايما يا دكتور، ظالمنا دايما، احنا اصحاب المزارع اكتر ناس بنخاف على الحاجه. من ضمن الحاجات المهمه جدا في الحمى القلعيه ان الفيروس بيفضل موجود في الحنجره بتاع الحيوان ممكن لسنتين او ل5 سنين. معنى كده ان انا لو اصبت بحمى قلعيه هيظل الشيدنج او الافراز بتاع الفيروس بتاع الحمى القلعيه عندي لسنين جايه. ده هيقلله ايه او هيمنع ظهور الحالات دي ايه؟ ان انا احصن كويس. وبالتالي انا لازم احصن في السنه على الاقل 3 مرات حاليا. وطبعا متاكد ان التحصين اللي انا هديه بتاع الحمى القلعيه فيه العطره الجديده اللي هي سات 1. لازم يكون متاكد. طب انا بقى يعني حصنت سات 1 مره واثنين وثلاثه واربعه وظهر عندي حالات حمى قلعيه، هنا ابدا اشك ان ممكن ما تكونش سات 1، ممكن تكون اي حاجه ثانيه. فهنا لازم اتصل فورا بالجهات الرسميه عشان يبداوا ياخدوا عينات. العينات دي بتقول لنا هل هي فعلا سات 1 ولا هل الفيروس اتحور تاني وبدا يظهر لي عتره جديده تاني انا ما اعرفهاش. فتبدا تعمل لنا نلحقها وهي لسه في البدايه، يعملوا تحسين جديد اللي هم بيقولوا عليها ايه، ان انا هوقدها وهي في مرحله المهد، هي لسه في اول حاله اللي بيسموها في العلم الاندكس كيس. الاندكس كيس دي اول حاله ظهرت. طيب في حد اتصاب لقى الاعراض اللي حضرتك بتقولها واضحه عنده وكذا، يقدر يخش بتحسين ساعه اكتشاف الاصابات؟ طبعا دي فيها مدارس كتير جدا، لكن المدرسه الاصح ان انا ما احصنش. ليه؟ لان انا على ما تحصين اصلا هيعمل لي مناعه هيقعد 14 يوم ل 21 يوم. هكون طبعا التحصين لما هديه المناعات كلها هتقل، تمام، هكون عرضه اكتر لان انا اتصاب وتبقى الحاله اسوأ من الحاله اللي موجوده. ده بعكس ان احنا كنا اتكلمنا قبل كده على الجدري اللي والطاعون اللي ممكن احصن ساعه المرض. دي امراض يجوز فيها التحصين في وقت الوباء، اللي هي امراض اللي هو بيسموه الامرجنسي فاكسينيشن، اللي هي زي البي بي ار اللي هو الطاعون. الجدري ممكن احصن فيه وجود الوباء، بعض حالات الباستريلا ممكن احصن في وجود الوباء، الكوليستريديا بنحصن في وجود الوباء بتاع الكوليستريديا. لكن الحمى القلعيه لا، ده فيروس، وفيروس بيتحور بسرعه، وفيروس ممكن يكون موجود عندي في داخل المزرعه نفسها 5-6 عترات.
مش لازم عتره واحده. طب انا هحصن لانه واحده فيهم، وممكن يكون العتره اللي موجوده عندي دي جديده ما ظهرتش قبل كده، تمام. فالحيوانات بتاعتي مش متعوده عليها، فاي تحصين نتدخل بيه في الوقت ده انا بدمر المناعه عندي. في بعض المدارس بتقول لا نحصن ليه؟ علشان يحصل ما يسمى بالتوازن، ان انا بكون اجسام مناعيه في الحيوانات السليمه، العدوى شغاله، بيتقابلوا مع بعض الاثنين يعملوا نيوتراليزيشن، يعني بيعملوا تعادل هما الاثنين مع بعض، فهنا الحيوانات ما تصابش قوي بالحمى القلعيه. اظن دي الموضوع في مدى هو في اصابه جامده ولا لا، وفي نفس الوقت في مدى صحه القطيع ومناعته، بالتالي انا والامن الحيوي اللي انا شغال بيه. الافضل عندي ان انا ارفع المناعات، ما احطش نفسي تحت ريسك. طب ايه خطوات رفع المناعات بسرعه؟ اول حاجه طبعا اعملها ان انا ارفع تماما الاعلاف المركزه تماما، وابدا احط فيه الميه رافع مناعه، او ابدا احط فيه الاكل رافع المناعه بتاعتي. الحاجه الثانيه ارفعها خالص ولا اقللها؟ ارفعها، الافضل ان ارفعها تماما. ليه؟ علشان ما يحصلش حموضه في الكرش، تقوم الحموضه تقلل لي المناعه، ابدا اخش في مشاكل ثانيه نتيجه لهذا الحموضه، وبالتالي احنا لما نمنعها خالص نقلل الاجهاد تماما على الحيوان نتيجه للاعلاف. الحاجه الثانيه ابدا ارجع لازم اعوض بحاجات خضراء زي الدريس زي هعوضه في الميه، احط بقى رافع مناعه في الميه. لا انا قصدي في الاكل لازم احط، يعني ما ارفعش العلف وخلاص، لازم احط مكان. هو كده الحيوان كده مش هياكل، لان بقه اصلا مش بياكل قوي، بقه راح فمش هياكل، فانا هحط له حاجات سهله بقى زي البرسيم العادي البلدي، ممكن احط له شويه رده، ممكن احط له شويه تبن بساط، تبن ابيض وشويه رده، يعني ايه هستخدم له حاجات خفيفه، وكون الحاجات ديت ما بتاثرش على الجهاز المناعي بتاعه، بل بتقوي الجهاز المناعي بتاعه. طيب كل مرض ليه كيرف، فاحنا ايه كيرف في البقر مثلا يختلف عن الغنم عشان ابدا اقول ان انا خلاص بقت الدنيا عندي هاديه والكلام ده؟ فالبقر والجاموس بالذات الكيرف بيطول شويه. ليه؟ لان الحيوانات بتبقى يعني بطبيعه جسمها وطبيعه حراراتها وطبيعه الفسيولوجي بتاعها الكيرف فيها بيطول شويه، فالمزارع عندنا مثلا ممكن تاخد لها من 10 ل 15 يوم في الكيرف العالي، وبعد كده تبدا تنحسر تدريجيا نتيجه لتكوين الاجسام المناعيه. اما بالنسبه للاغنام، فالاغنام اصلا في الحمى القلعيه كارير، يعني هي حامل للعدوى، بس تظهر عليها الاعراض دي بتبقى حالات بسيطه جدا، يعني امان برضو، امان اكتر الحمد لله غنم في الاغنام عن البقر والجاموس. نخاف طبعا من المواليد، برضو المواليد بتتاثر بسرعه يعني. طبعا هي المشكله كلها ما فيش خوف فينا زي البقر في بيبقى نفوق عالي. المشكله كلها بتبقى في المواليد، لكن في المجمل بتبقى خفيفه جدا في الاغنام، لكن القصه كلها اصلا يعني معظمها بيبقى في الجاموس. يعني الجاموس اكتر عرضه للاصابه بيها، واكثر عرضه للتاثر، القلب بتاعه بيتاثر بيها جامد جدا. وبالتالي بتبقى المشاكل كلها اكبر في مزارع الجاموس. في الابقار بتبقى اقل برضه من الجاموس، الاغنام اقل، الماعز اقل خالص. فاحنا لازم نخلي بالنا بالذات مربي الجاموس من موضوع الحمى القلعيه. يعني ربنا نأمل السلامه للجميع يا رب، ويعدي الموجات اللي موجوده دي على خير، وان شاء الله العطرات تبقى احسن وتدي كفاءه احسن للقطيع، ونحمي القطعان بتاعتنا. بس لازم نرش المزارع على طول، نرش كل يوم تقريبا، نرفع رافع مناعه، نحط دايما بيكربونات الصوديوم في الميه، لازم نحط رافع مناعه في الميه، لازم زي ما قلنا نقلل المركزات، لازم نستخدم فيركون اس ممكن نحطه في الماء كمطهر يقلل لنا مشاكل انتقال العدوى من حيوان لحيوان. رش بقى الحيطان والارضيه كل حاجه والحيوانات نفسها وهنا ما نخافش من التطهير، لان التطهير عنصر اساسي في الوقايه من العدوى او لها، لان كده هي الحيوان هو اللي بيبني الاجسام المضاده يعني. وبالتالي انا ما اخافش. التطهير ده اول عامل لازم اركز عليه في حاله ظهور الوباء، زائد ان انا ما ادخلش واخرج حيوانات عشان ما عاديش جيراني او المحيطين بيا ما هترجع لي تاني، هو برضه هيصاب ومش هيقول لي، وهترجع لي العدوى تاني لمزرعتي، فلا الزم انا احافظ على الجيران عشان هم كمان يحافظوا عليا لو حصل عندهم اصابات في المرحله المقبله. ربنا يكرمك يا دكتور، متشكرين جدا على الحلقه السريعه دي، نصايح مهمه جدا للمربيين، وان شاء الله المره الجايه ممكن نبقى باذن الله ناخد الجدري ونتكلم عليه، او الطاعون يعني واحد فيهم نتكلم عليه باستفاضه. احنا كنا عملنا حلقه ممكن الناس ترجع لها كامله كده سريعه عن التحصينات كلها 1 و2، لكن دلوقتي احنا هنمسك الفتره الجايه تحصين او مرض ونمسكه ونفصصه زي ما احنا عملنا كده ان شاء الله في الحمى القلعيه. نبدا ان شاء الله سلسله الحلقات تتغير باذن الله ان شاء الله. ماشي، متشكرين جدا يا دكتور.